هنعمل المخروطة دي من غير حلة بخار، يعني لو ما عندكيش مش هتتوقفي، وهنعمل احلى مخروطة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض المخروطة الجميلة دي. هنعملها بالمكنة يا جماعة، وحتى لو ما عندناش حلة بخار او حلة المخروطة ما تقلقيش، هنعملها مع بعض دلوقتي. بس تابعي معايا الفيديو للاخر عشان اوريكي هتعمليها ازاي على الحلة العادية خالص، واي مصفى عندك هتعمليها. ودلوقتي بوريكم شكل المخروطة اهو، بصوا بجد شكلها جميل يا بنات. اعملوها بقى لو عندكم المكنه، ولو ما عندكمش المكنه قولولي وانا هنزل لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. تعملوها على ايديكم بمنتهى السهوله. واول حاجه دلوقتي هنعملها يا جماعه، هننخل الدقيق. احنا متفقين مع بعض ان احنا لازم ننخل الدقيق، ضامنينه او مش ضامنينه هننخله. تمام كده، دي حاجه متفقين عليها من الاول. خلاص كده نخلت الدقيق، وهحط معلقه من الملح. ده حوالي كيلو ونص من الدقيق يا بنات. لو انت عايزة تكتري ضعف الكمية مفيش مشكلة. هتقولي دلوقتي هي عجينة المخروطة يا جوجو بيبقى شكلها ايه؟ بتبقى ناعمة، بتبقى تخينة، بتبقى طرية؟ هقولك عجينة المخروطة اهم حاجة فيها ان هي تبقى ناشفة. يعني ناشفة ازاي؟ يعني تحطي المية بالتدريج. تخلي بالك ان انتي لو عملتي العجينة دي وطلعت طرية، لا لازم تحطي دقيق تاني عشان برضو العجينة تبقى ناشفة. عشان لو عملتيها طرية هتسيح معاكي، ومش هتبقى مفرطة كده في المكنة، لا هتبقى ملزقة في بعضها وهتغلبك جدا. فانت اهم حاجة لازم تعمليها دلوقتي، وده سر من اسرار المخروطة اللي في المكنة، ان انت لازم تعملي العجينة ناشفة جدا يا بنات. ودي اهم حاجة يعني فيها. تمام كده، اوريكم دلوقتي النتيجة الاخيرة بتاعت العجينة بتاعت المخروطة شكلها ايه. كده خلاص انا بلم العجينة اول باول كده، بخلي بالي برضو مكترش المية خالص. وما ننساش كمان ان العجين لسه هيتقطع، ولما بيتقطع العجين برضو بيرتاح شوية، فبالتالي العجينة بتطرى. فاحنا نكون عاملين حسابنا على الحاجات دي كلها عشان لما نعملها في المكنة ما تلزقش معانا وتغلبنا. تمام كده، انا قلت لكم كل تفاصيل المخروطة اللي هتقابلكم يعني، فخلي بالك منها. وعايزة اقول لكم بصراحة هي العجينة دي بتاخد وقت ومجهود، لان هي عجينة قاسية شوية، فبالتالي بتاخد مجهود مننا. بصوا دي شكل العجينة اهو، مرحلة بمرحلة كده. بصوا يا بنات، واحدة واحدة. هوريكم العجينة دلوقتي شكلها ايه. بس انا احتاجت شوية مية صغيرين برضو، ما بكترش. خلاص كده العجينة اتلمت معايا على قد ما اقدر، خليتها ناشفة. يعني انت على قد ما تقدري كده، كل ما تخلي العجينة ناشفة كل ما تتقطع معاكي بكل سهولة. تمام كده، ودي شكل العجينة اهي. بصوا يعني هي باينة قوي ان هي ناشفة يا جماعة. خلاص كده هنغطيها، وتبتدي بقى تقطعيها التقطيع اللي تريحك. يعني انا قطعتها كور صغيرة علشان لو نشبتها وحطيتهم على بعض يساعدوني يعني في حجم الكرة تبقى صغيرة. تمام كده. وكده لازم تغطي برضو العجين بعد ما تقطعيه، وتاخدي من اول واحدة قطعتيها، وهبدأ افردها عشان هي دي اللي هتلاقيها ريحت اول واحدة. كده خلاص انا هفردها اهو، هنشبها بالنشابة. نشبتي واحدة، نشبتي اتنين، نشبتي تلاتة اربعة كده فوق بعض. هتحطي بين كل واحدة وواحدة الدقيق، وهتنشبي بالتلاتة وبالاربعة او بالخمسة عشان ايه تنجزي كده في الوقت وتخلصي بسرعة. يعني طريقتها يا جماعة دلوقتي بقت سهلة وبسيطة، هي مرحلة العجين بس هي اللي صعبة شوية. اما باقي مراحل المخروطة هتلاقيها سهلة جدا وتعمليها بكل سهولة ان شاء الله. وكده زي ما احنا شايفين انا فردت 4 على بعض اهو، عشان ايه؟ اسهل على نفسي كده واعملهم بسرعة. تمام كده. بصوا اهم حاجة ان انتي تفرجي عليها الدقيق بالشكل ده عشان ايه ما يلزقوش في بعضهم. ودي اول طريقة هقطع بيها الفطاير اللي انا عملتها، وهوريكم برضو طريقة تانية، والطريقة اللي تعجبك اعملي بيها. الطريقة السهلة بالنسبة لك قطعي بيها. بصوا الفطيرة الواحدة قطعت لي قد ايه، وبرضو دول الكام فطيرة على بعضهم هقطعهم بالطريقة دي برضو. يعني الطريقتين اسهل من بعض.
وبصراحة بيدوني عدد فطاير كتير كده، كميات كبيرة. يعني قطعتهم بسرعة اهو زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنجربها دلوقتي اول واحدة في المكنة. بصوا من غير دقيق من غير اي حاجة، وطلع معانا كل واحدة كده. بصوا مش ملزقة ولا اي حاجة، طلع زي العسلية زي ما احنا شايفين كده. بصوا زي ان مفيش كمان حاجة احلى من المخروطة دي، ان انتي تعمليها وتطلع بالنظافة وبالحلاوة دي. يعني مفيهاش نقطة دقيق، يا دوب الدقيق بس اللي احنا حطيناه في الفرد وخلاص. ودلوقتي بالمنخل او بالمصفاية اللي زي دي هتبتدي تنزلي بيها، لو فيها اي نقطة دقيق هتنزل. اهم حاجة اما قبل ما تحطيها في المصفاية ما يكونش فيها اي دقيق خالص. جينا بقى للخطوة ديت، خطوة التسوية. الحلة اللي انا قلت لكم عليها حلة عادية جدا، وهتعملي فيها المخروطة بكل سهولة. انا عجنت عجينة كده خفيفة، معلقة دقيق بمعلقة مية، ومشيتها كده على القماشة. لو ما عندكيش قماشة مشيها على اي ورق من عندك. هتعملي رول بالطريقة دي، وهتبتدي بقى تلفيه على المصفاية. بين المصفاية والحلة هتلاقي ايه في فراغ. الفراغ ده لو انتي ما سديتيهوش مش هيسوي المخروطة كويس، ولا البخار كله هتستفاد بيه المخروطة. لا، اللي فيه بخار هيطلع برا المخروطة. فاحنا بنسد الجوانب المفتوحة بالقماشة دي. برضو ممكن تعملي عجينة كده تقعدي تبرميها وتسدي بيها برضو. خلاص كده يا جماعة، اهي طريقة سهلة وواضحة. يعني كل حاجة بعد كده هتبقى سهلة ان شاء الله. خلاص كده زي ما احنا شايفين انا سديت بيها الاجزاء اللي هي المتهوية اللي بين الحلة والمصفاية. ابتدي بقى الفيها كده حوالين الصينية في الحتت المفتوحة كلها. وعايزة اقول لكم المية برضو ما توصلش اكتر من ربع الحلة، علشان ما توصلش للمخروطة والمخروطة تعجن منك. كده تمام، كل حاجة خلصت، كل حاجة كده جاهزة ان انا اسوي المخروطة. خلاص كده. ويلا بينا دلوقتي نحط المصفاية على النار. عايزينها تطلع دلوقتي البخار بتاعها. اهم حاجة بانك ما تحطيش المخروطة غير لما المية تسخن خالص، عشان ما تعملش مية من تحت ولا تعجن. تمام كده. كده خلاص المصفاية طلعت بخار، وحطيت المعالق، وهحط قماشة نضيفة مخصصة للمخروطة. دلوقتي بقى ايه، فرفشي كده المخروطة فيها، فرطيها حلو. اهم حاجة ان انت تفرطيها حلو عشان ما تطلعش ايه مكلكعة منك. تمام كده. هحطها بنفس الطريقة لغاية اما اعمل غيرها، واتأكد ان الاولانية استوت لما احط غيرها. واهم حاجة بعد كده ان احنا نغطيها كويس ونقفل عليها عشان تستوي وتاخد البخار كله. نروح بقى نعمل شوية تاني وعشان نحطهم عليها بعد ما تستوي. هننشف برضو كذا فطيرة ونحطهم على بعض علشان ننجز في الوقت. وبعد ما غطيتها كويس هسيبها بقى تستوي براحتها. سويها على نار متوسطة. وخلاص كده المخروطة استوت، وهوريها لكم دلوقتي. بصوا يا بنات، ما تحطيش بقى الكمية التانية غير لما تتأكدي ان هي استوت زي كده. بصوا، وفرطيها عن بعض برضو علشان الكمية اللي هتحطيها عليها تبقى مفرغة كده وفيها مسافات كده تطلع منها البخار. كده تمام. انا هحط بقى الكمية التانية دلوقتي. انتي قبل ما تحطي اي كمية تقومي ايه مفرفشاها كده، مفرطاها عن بعض بالطريقة دي. دي اهم حاجة يا بنات برضو تاخدوا بالكم منها. هتعرفيها ازاي ان هي استوت؟ هتبقى طبعا مش معجنة، وهتبقى متماسكة كده زي ما احنا شايفين. بصوا. ودلوقتي انا بحط الكمية التانية، بحطها بالطريقة دي. اهم حاجة ان انتي تفرطيها زي ما اتفقنا قبل كده اهو. بصوا بعملها بالطريقة دي، طريقة سهلة وبسيطة. كل حاجة في المخروطة دلوقتي بقت سهلة.
خلاص كده بعد ما فردت الكمية التانية هبتدي اغطيها برضو واسيبها تستوي براحتها. تمام كده، فرطيها بقى لغاية ايه تحسي ان هي كلها كده مش ملزقة، مفيش ولا اي حاجة ملزقة فيها عشان ما تكلكعش. كده خلاص يا بنات، انا هشيل الكمية دي اهو واوريها لكم. هفضيها دلوقتي بقى في طبق بلاستيك او حاجة واسعة، اي حاجة واسعة او حلة، وهتقعدي بقى تفرطي المخروطة انتي قبل ما ايه تشيليها بحيث ان هي تبرد كده. واذا كنتي بقى هتطلعي تاكلي منها دلوقتي او هتحطيها في اكياس، هتسيبيها تتهوى كويس وبعدين تحطيها في الاكياس وبعدين تحطيها في الفريزر. تحطي كل كيس على قد الكمية طبعا اللي انتي محتاجاها. بجد يا بنات قولوا لي ايه رأيكم في المخروطة. ولو الفيديو عجبكم طبعا ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ودي يا بنات المخروطة اهي، بتمنى ان انتوا تجربوها. واللي ما عندوش مكنة ان شاء الله هنزل لكم الفيديو ان شاء الله بطريقة السكينة العادية، هتعمليها برضو في منتهى السهولة. يعني لو ما عندكيش مكنة ونفسك تعملي مخروطة هنعملها مع بعض في فيديو جاي ان شاء الله. ويجي يا بنات بصوا المخروطة بقى بتيجي فرطيها كده عشان لما تيجي تطلعيها تبقى برضو متفرطة ومش معجنة، واهم حاجة تهويها كويس. بتمنى اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.